أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. دعوة لاستخدام خزانات المياه في الإقليم الأوسط بطريقة آمنة وكفؤة. إشادة بدور المواطنين في تنفيذ برامج التنمية بمديرية أفعبت. الدراج الإريتري بنيام قرماي في المركز الأول في سباق اليوم الواحد في أستراليا. الصين تدين الاستفزازات الأمريكية في مضيق تايوان. بايدن يحث على الموافقة لبيع مقاتلات F-16 لتركيا دون إبطاء. أردوغان والرئيس يجددان المطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. إلى التفاصيل. حث رئيس فرع البنى التحتية الزراعية المهندس أبراهام دانييل المواطنين على استخدام خزانات المياه في الإقليم الأوسط بطريقة آمنة وفاعلة. وقال أن الإقليم الأوسط به 86 سدا 45 خزانا بسعة تخزينية إجمالية تزيد عن 69 مليون متر مكعب، منها 74 سدا تستخدم لتنمية الري، و12 سدا لتزويد المدن بالمياه، و45 خزانا للاستخدام المنزلي والماشية. وقد أدى تواجد السدود إلى زيادة مساحة الأراضي المروية من 230 هكتارا إلى 2000 هكتار خلال 30 عاما، ويساهم بشكل كبير في تأمين إمدادات الخضر والفاكهة. وقال أن تحديات السدود تشمل ملاها بالطمي ومحدودية اهتمام المستخدمين، ونقص العناية والصيانة الموسمية والإفراط في الصرف، وسوء الاستخدام والأنشطة الزراعية التي لا تأخذ في الاعتبار قيمة المياه. وحث على الاستمرار في معالجة مساقط المياه والاستخدام السليم لخزانات المياه، ونقل 20% من محتوياتها للعام المقبل، وعدم القيام بأي أنشطة زراعية في محيط السدود، وتعزيز إدارة المياه والسدود على مستوى القرية أو الضاحية. وفيما يتعلق بمخططات 2024 ذكر المهندس أبراهام إنشاء سد بسعة 80 ألف متر مكعب من المياه للاستخدام المنزلي والمواشي والتنمية الفرعية في عرب روع بتكلفة حوالي 6 ملايين نقفة، وسد آخر في دورفو بسعة أكثر من 200 ألف متر مكعب. وقال أن التكلفة تبلغ 13.5 مليون نقفة، وستتضمن استكمال سد بسعة تخزين المياه. كانت مشاركة الأهالي في تنفيذ برامج التنمية في مديرية أفعبت كبيرة العام الماضي حسب ما جاء في اجتماع عقد بين الإدارة وممثلي الشعب في 17 من يناير. وقال مدير مديرية أفعبت السيد أحمد محمد نور رجب أن مساهمة الأهالي في نجاح مشاريع المياه الشرب كانت كبيرة. وقد تم أيضا تنفيذ حملات جديرة بالسنة في بناء الحفائر وقنوات الري التي تم تشييدها سابقا في مناطق مهداف وجعدرين وشاكا سمطور. وأضاف السيد أحمد أنه بالإضافة إلى ذلك تم تنفيذ حملات واسعة في بناء المدرجات وحواجز المياه وإصلاح القنوات التحويلية للسيول والطرق وإعداد الحفائر لزراعة شتول الأشجار. وأوضح أنه تم توزيع أكثر من 600 ألف أرض نقفة على 27 عضوا في الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب المعاقين، كما تم توزيع 84 ألف نقفة تبرع بها موظفو الحكومة على 14 أسرة فقيرة من أسر الشهداء. وفيما يتعلق بخطط 2024 قال السيد أحمد أن استكمال سد إسقاق ومد خطط أنابيب المياه في مدينة أفعبت والتحضير لبناء محطات توزيع المياه والصرف الصحي والمراقبة البيئية وتسريع المخطط الرئيسي لمدينة أفعبت، وإجراء دراسات لبناء سدود جديدة هي من بين أمور أخرى. وحث المشاركون الحكومة على إيجاد طريقة لجعل خدمات نقل الحارات دائمة، ومعالجة مشكلة الإسعافات في مدينة أفعبت، وإصلاح مبنى مستشفى أفعبت، والعمل بجدية على عائدات الضرائب على الماشية والأراضي.
أعلنت الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب أن الحكومة والشعب يعملان بجد لتحسين معيشة المعاقين من حرب التحرير والدفاع عن السيادة. وأوضح مسؤول التنظيم والإعلام في الجمعية السيد محمد نور إدريس لوكالة إيرانا أن حكومة وشعب إريتريا يعطون الأولوية لقضية الشهداء والمعاقين، ويجري دفع برامج التمكين والاعتماد على الذات للمساهمة بدورهم في تنمية البلاد. وقال أن الجمعية تعمل أيضا على إشراك أعضائها في التنمية الزراعية وتربية الدواجن والنحل والمخابز وتربية الماشية وأعمال بناء والتدبير المنزلي بالتعاون مع مختلف الشركاء. وحول برامج التنمية والقدرات أوضح السيد محمد أنه تم تدريب 200 شخص من ذوي الإعاقة على أعمال النجارة وقيادة السيارات وأعمال الحدادة والنجارة وغيرها، وتمكنوا من الاعتماد على الذات، مشيرا إلى أن المواطنين المقيمين في إيطاليا وهولندا وإسرائيل والولايات المتحدة وإثيوبيا والمملكة العربية السعودية وسويسرا والنرويج تبرعوا في العام 2023 بأكثر من 3.7 مليون نفر لبرامج الجمعية. وأشاد مسؤول التنظيم والإعلام في الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب السيد محمد نور إدريس كافة المساهمات التي يقدمها المواطنين في الداخل والخارج لإنجاح البرامج التي وضعتها الجمعية. تم تدريب 60 معلما في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مديرية دكم حرب في 20 و21 من يناير على طريقة جولي للصوتيات وتعليم اللغة الإنجليزية. تم تنظيم التدريب لضمان إدخال منهجية التدريس التي تم استخدامها في شكل مشروع في مديرية دكم حرب في جميع المدارس. وقال سلومون تكي رئيس مكتب جمعية المعلمين في المديرية أن التدريب تناول أهمية منهجية التدريس والتقنيات التي يجب أن يتبعها المعلمون، وهنالك خطط لتوسيعها حيث تم تحقيق النتائج في المدارس التي تم التخطيط لها. وفي الوقت نفسه قدم تدريب يساعد 40 معلما جديدا من الكليات في عملهم، مع التركيز على موضوعات مثل أساليب التدريس وإدارة الفصول الدراسية وإعداد خطط الدروس والتحضير للاختبارات وآثار العقاب الجسدي والعقلي على الطلاب وخصائص تدريب المعلم الكفؤ. حقق الدراج الإريتري بنيام قرماي فوزا مسهلا في سباق اليوم الواحد في أستراليا يوم 25 من يناير الجاري. وفي السباق الذي بلغ طوله 158.6 كيلومتر، أدى الدراج بنيام سباق سرعة قصوى نهائي سريع في الأمتار الأخيرة ليخطف المركز الأول متقدما على كل من دراج نادي إنيوس الإيطالي إليو فيفيني الوصيف، وعضو نادي إسرائيل بريم تيك الأسترالي كوريان سترينغ صاحب المركز الثالث. وقطع بنيام الذي وقع عقدا مع انترمارش البلجيكي حتى العام 2026 السباق في 3 ساعات و27 دقيقة و40 ثانية بمتوسط سرعة 45.8 كيلومتر في الساعة. وشكر بنيام بعد الفوز زملائه على مساهمتهم، وقال أنهم بفرضهم السيطرة الكبيرة على أجواء المنافسة منذ البداية قاموا بعمل كبير جدا. وقد دارت منافسة شرسة خاصة في ال5 كيلومترات لاحتلال ما كان يمهد للفوز بالسباق، حيث قال بنيام أنهم اتخذوا قرارا دقيقا نظرا لعدم وجود دراجين في المقدمة، وكنت واثقا من المنعطف الأخير من أن هذا هو يوم فوزي. ورافق السباق الذي أقيم في مناخ حار رياح بحرية قوية، الأمر الذي تتطلب طاقة إضافية من الدراجين. واحتل الدراج الإريتريين أثناء التصفيتين من نادي أمريكان تريك المركز 62. ويشير مدرب انترمارش البلجيكي جان كويس أن الدراج بنيام البالغ من العمر 23 عاما يمتلك قدرة قوية هذا الموسم، ومن المتوقع أن يسجل المزيد من الانتصارات. واحتل بنيام المراكز الثاني والثالث والرابع والثامن في 4 مراحل من السباق الذي استمر 6 أيام في أستراليا الأسبوع الماضي. وسيشارك بنيام قرماي وناديه في سباق اليوم الواحد الذي سيجرى في أستراليا يوم الأحد الموافق 28 من يناير الجاري.
الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. انتقدت وزارة الدفاع الصينية الولايات المتحدة لتسببها في مشاكل واستفزازات بعد أن أبحرت البحرية الأمريكية بأول سفينة حربية لها عبر مضيق تايوان الحساس منذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الجزيرة. وفي حديثه في مؤتمر صحفي شهري، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية وزارة الدفاع الصينية الكورونيل ويتشيان للصحفيين إن رد الصين بإبعاد سفينة كان مبررا ومعقولا ومنضبطا بشكل احترافي. وأضاف ويو أن الجيش الصيني سيواصل تنظيم العمليات العسكرية ذات الصلة حول مضيق تايوان بشكل منتظم كجزء من تدريباته، حيث يتوقع المحللون تدريبات متكررة في الفترة التي تسبق تنصيب رئيس تايوان المنتخب ويليام لي في مايو. وبشكل منفصل، وفيما يتعلق بخطط الفلبين لتعزيز البناء في جزر سبارتلي المتنازع عليهم، اتهم وي مانليلا بانتهاك الحكم الذاتي للصين والقيام باستفزازات في بحر الصين الجنوبي، بينما بالتواطؤ مع قوة خارجية. بعث الرئيس الأمريكي جو بايدن برسالة إلى أعضاء الكونغرس بإبلاغهم فيها نيته بدء عملية الإخطار الرسمية لبيع طائرات F-16 من تصنيع لوكهيد مارتين إلى تركيا بمجرد استكمال أنقرة الموافقة على طلب السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الناتو، وذلك بعد موافقة البرلمان التركي على الطلب. وقال مسؤول أمريكي أن بايدن حث الكونغرس في رسالة موجهة إلى كبار الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب على الموافقة على عملية البيع دون إبطاء. وتبلغ قيمة صفقة بيع طائرات F-16 وما يقارب 80 مجموعة معدات لتحديث مقاتلات موجودة بالفعل لدى تركيا 20 مليار دولار. ووافق البرلمان التركي سابقا على طلب السويد للانضمام إلى الناتو، مما زال عقبة رئيسية أمام توسع الحلف العسكري الغربي بعد تأخير دام 20 شهرا. جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موقف بلاده باستمرار التعاون مع إيران بشأن القضية الفلسطينية، في حين شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على أن قطع الشرايين الحيوية لإسرائيل سيؤدي إلى وقف جرائمها. وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني في أنقرة: ناقشنا خلال لقائنا الهجمات غير الإنسانية التي تشنها إسرائيل على غزة والحاجة لإنهاء الفوري للهجمات، وقررنا دعمنا للقضية الفلسطينية العادلة. واتهم الرئيس الولايات المتحدة بدعم ما وصفه بأنها جرائم إسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة، وكرر دعوة طهران الدول الإسلامية إلى قطع علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع إسرائيل. وأجل الرئيس مرتين زيارته لتركيا، والتي كان مقررا لها أن تتم في نوفمبر الماضي بسبب مشاكل في الجدول الزمني ووقوع هجمات في مدينة كرمان بجنوب شرق إيران. أصبح من الممكن إنقاذ وحيد القرن الأبيض الشمالي المهدد بالانقراض من حافة الانقراض بعد أن أجرى العلماء أول عملية نقل ناجحة لجنين وحيد القرن الأبيض. فريق دولي من الباحثين هدف لإنقاذ الحياة أجرى تحالف مدعوم من الحكومة الألمانية يهدف إلى وقف الانقراض أول عملية نقل ناجحة للأجنة في وحيد القرن الأبيض الجنوبي، مما يمهد الطريق لاستخدام هذه التقنية على نظرائهم الشماليين الأكثر ندرة. في سبتمبر 2023 نجح العلماء في نقل جنينين لوحيد القرن الأبيض الجنوبي في محمية بكينيا، مما أدى إلى نجاح الحملة. وعلى الرغم من شيوع استخدامها في البشر والخيول والأبقار، إلا أن هذه الطريقة لم تستخدم من قبل في وحيد القرن. عناوين الأخبار مرة أخرى:
دعوة لاستخدام خزانات المياه في الإقليم الأوسط بطريقة آمنة وكفؤة. إشادة بدور المواطنين في تنفيذ برامج التنمية بمديرية أفعبد. الدراجة الإريتري بنيام قرماي في المركز الأول في سباق اليوم الواحد في أستراليا. الصين تدين الاستفزازات الأمريكية في مضيق تايوان. بايدن يحث على موافقة لبيع مقاتلات F-16 لتركيا دون إخطاء. أردوغان والرئيسي يجددان المطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. وصلنا إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.